منظمة دولية سرية وغامضة بزاف وصعيب تدخل ليها، خلقات بزاف ديال الجدل والشكوك حول العالم. كاينين اللي كيقولوا باللي هي مؤامرة ومنظمة سرية بغات تسيطر على العالم، وكاينين اللي كيقولوا راها ديجا كتسيطر على العالم وهما اللي كيتخذوا القرارات. هاد المنظمة جلبات ليها بزاف ديال المشاهير في العالم، من رؤساء دول ورجال اعمال واغنياء وبرلمانيين وفنانين ومنهم مغاربة ديالنا. الحركة عندها بزاف ديال الرموز اللي ما مفهومينش، بحال العين والهرم والكتاب والبركار والزربية البيضاء والكحلة. واش كدير راية المغرب هنا؟ واحد من الرموز اللي كتحير وكتخلي الواحد يسول بزاف ديال الأسئلة على سر النجمة الخماسية اللي كاينة وسط العالم المغربي والتشابه ديالها مع نجمة الماسونية. والغريب في الموضوع هو انه كاينين ناس مغاربة كيقولوا ان هاد النجمة ماشي غير رمز عادي، وكيعتبروها كترمز لواحد الاله الشيطاني في الثقافة الماسونية كيعيطوا ليه بافوميت. بافوميت راك شفتي تصاوروا في مسلسلات الكرتون في سبيستون من قبل، في كرتون السندباد في الحلقة ديال العجوز الغريب، وفي كرتون وقت المغامرة. هو عبارة عن كائن يجمع كل شيء وعكسه، يعني كيجمع الذكورة والأنوثة، نصف حيوان ونصف إنسان، وعنده جنحين ديال طائر والراس ديال المعزة، وهو نفس الجدي اللي ديما كتشوفه داخل نجمة الماسونية والعياذ بالله. وبلاتي كاينين ناس آخرين قريت التعليق ديالهم شخصيا كيقولوا أنه إذا قلبتي العالم المغربي غادي تشوف أن النجمة كتشبه اللي واجب بافوميت بالقرون والودنين ديالو. هادشي كيزيد يقوي النظريات ديال المؤامرة اللي كيامنوا بها بزاف ديال الناس، وكيقولوا أن الماسونية مدسوسة وسط الحياة اليومية ديالنا وحتى في الأشياء اللي كترمز للبلاد في حال العالم. واش فعلا الماسونية وصلت للمغرب وقدرت تزرع هاد الرموز في الثقافة والعادات ديالنا؟ واش النجمة في العالم المغربي فعلا رمز عادي ولا كتخبي معاني خفية وأفكار كتدور في الظل كتخدم لحساب قوى غامضة؟ وشنو هي الرموز ديال الماسونية اللي كاملين كنشوفوها وما كنفهموا منها والو؟ وشكون هي الشخصيات المغربية المعروفة اللي كيقولوا ولا كيتروج أنها انضمت للماسونية؟ في سرية تامة وبحذر شديد كيدخلوك لزوج قاعات. القاعة الأولى كيسميوها القاعة المقدسة واللي فيها كتقول القسم، وكاين القاعة الثانية اللي كيسميوها بقاعة المعرفة واللي فيها كتجرد من حوايجك كاملين وكتولي كما خلقتك امك، وكتسمع اصوات لنصوص ما كتفهم منها والو. ومن وراها كتجي القاعة التكريس، وهاد القاعة كيكونوا مغمضين لك فيها عينيك في وسط جو كله ظلام وريحة ديال البلاصة بحال ريحة المقابر والموتى. ومن وراها كيطلبوا منك انك تنعس في واحد التابوت مسدود لمدة 2 ساعات، وكيبداو يقراو عليك شي تعليمات كتحذرك من الخيانة ديالهم والمصير ديالك من طعن وشنق. المهم التصفية بأفشع الطرق، وهادشي كامل إلا حاولتي تهرب أو تخونهم. بمعنى إذا وصلتي معاهم لهاد المرحلة فراك غادي تبقى معاهم حتى الموت. ما كاينش ديك القضية ديال لا صافي ما بقيتش باغي نكمل معاكم ولا صافي بغيت الانسحاب، لأن الانسحاب عندهم كيعني حكمتي على راسك بالهلاك. ومن بعد هاد الخطوات السالفة اللي ذكرناها كتجي الخطوة الأخيرة واللي فيها كتدخل لواحد القاعة اللي كيسموها قاعة المحفل، وهي القاعة اللي كيستقبلوك فيها كعضو جديد وكيكونوا فيها أعضاء هازين السيوفة، وقدامك كيكون رئيس و4 ديال المساعدين، وكتدخل كيف سبق وذكرنا بدون ملابس، وكيطعنوك طعنة خفيفة فوق الصدر ديالك في جهة القلب، وكيجروك بحبل من عنقك جرة خفيفة ما كتأذيكش، وكياخدوك 2 ديال الأشخاص اللي كيتسموا المرشدين كيجيبوك عند الرئيس باش نحذي على ركابك قدامه وباش تأدي القسم، والسيف ديال داك الرئيس كيكون حاطو جهة راسك. هو كيقول لك بصوت خافت قد نجوت من خطرين الطعن والخنق وبقي لك فرصة واحدة فقط. فاش كتكمل هاد الطقوس الغريبة فمبروك عليك راك وليتي واحد منهم. كيتفتحوا لك بزاف ديال البيبان، منهم باب الفلوس والشهرة، بالمقابل أن تكون فقط عبدا مطيعا وذليلا لهم. هاد الطقوس المرعبة اللي ذكرنا ماشي جزء من شي فيلم ولا مسلسل ديال الرعب، بل هي طقوس حقيقية لمنظمة سرية كتحكم هاد العالم بشكل خفي وغير مباشر. هاد المنظمة هي الماسونية. كيقول كبير المؤرخين الماسونيين أرثوريو دي أوريوس باللي الماسونية هي أخوية فكرية كيتشاركوا فيها الأفكار بيناتهم، والهدف ديالها هو يجمعوا الناس ويوحدوهم باش يخدموا المجتمع. وبطبيعة الحال صديقي راك تيقتيه، كلمة الماسونية مجا من كلمة ماسون اللي بالفرنسية كتعني بناء أو بناؤون، والماسونيون هو البناؤون الأحرار The Freemasons. موقع ويكيبيديا الماسونية هي كلمة كتعني هندسة جيومتري بالإنجليزية، وكيعتقد البعض أنها رمز لمهندس الكون الأعظم اللي كيعني الإله.
ما معروفش بالضبط فوقاش تأسات، ولكن في الغالب كيبان أنها خرجات للنور في العصور الوسطى تقريبا بين القرن الخامس والقرن السابع عشر. تأسس أول محفل ماسوني في العالم في لندن، واللي هو أقدم محفل في العالم. والمحفل راه بلاصه اللي كيتجمعوا فيها الماسونيين باش يديروا الطقوس ديالهم، بحال كما كيتجمعوا المسلمين في المسجد والمسيحيين في الكنيسه. البعض يقول ان الماسونيه منظمه الهدف ديالها الرئيسي هو القضاء على جميع الديانات من غير الديانه اليهوديه، وبلي أصحابها كيشتركوا في عقائد وأفكار كتعلق بنشر الإباحية والرذيلة والفساد بشكل عام، وباللي هي بالرغم من أنها مكشوفة للعالم ولكن الخطط ديالها الحقيقية ما مكشوفاش. وكيقولوا كذلك أنها هي مصدر كل فاجعة وفساد وانقلاب عسكري بزاف ديال الدول في العالم. في الدرجات العليا ديالها خاضعة لسلالة ملكية من بني إسرائيل، واللي كيآمنوا باللي عندهم الحق الإلهي في الملك والملك ديال العالم كامل. والهدف ديالهم الرئيسي هو يرجعوا للقدس ويأسوا هيكل سليمان باش يخرج المسيح الدجال. وهناك رواية أخرى كتقول أن الماسونية هي عبادة الشيطان، وباللي كتخضع لإبليس بافوميت شخصيا، وهدفها حتى هي إنشاء هيكل سليمان في القدس باش يخرج المسيح الدجال الأعور الدجال، باش يحكموا العالم بداك التحالف اللي غادي يكون بين المسيح وإبليس. وهذه الفكرة وهذا الشيء هو اللي كان جا في نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام، اللي قال إن من أكثر أتباع الدجال غادي يكونوا اليهود. داك الشيء علاش أهدافها مثل أهداف إبليس، وهي إخراج الناس من دينهم وتضليلهم باش يتبعوا طريق الشهوات وتدمير الديانات، وخصوصا الدين الإسلامي والمسيحي. وهذا الشيء كامل اللي كيخلي كل شيء كيهضر عليها ومحط بزاف ديال الأخبار، وخاصة الرموز ديالها اللي غريبة ومنتشرة في كاع المعابد ديالهم. في الماسونية عندهم رموز كثيرة وغادي نفسروا أهمها. كاين البركار والزاوية، وكاين العين، وكاين الأرضية البيضاء والسوداء اللي ديما كنشوفوها في المحافل الماسونية، وكاين حتى الهرم والنجمة الخماسية اللي كتشبه للنجمة اللي كاينة في العالم المغربي. بالنسبة للرمز ديال البركار والزاوية كيمثل أدوات ديال المهندس، لأن الجماعة في البدايات ديالها كانت مكونة فقط من البنائين. أما بالنسبة للحرف ديال الجي فكيقولوا أنه كيعني God، يعني الإله. وكاين بعض الناس اللي كيفسروا أن حرف الجي كيعني جيومتري، بداية كلمة الهندسة. ولكن لو نبحث عن معنى هذه الرموز في كتاب شرح الرموز الماسونية للكاتبة الدكتورة كاثي بيرنز، تقول أن حرف الجي يرمز لكوكب الزهرة، وإنه واحد من أسماء الشيطان، ويعني أيضا الإله الشيطاني بافوميث. الأرضية باللونين الأبيض والأسود هي رمز آخر كيعني الليل والنهار، الخير والشر، وهي رمز للبساط اللي غادي يمشي عليه الأعور الدجال من اللي غادي يخرج. وكاين العين اللي كتعني العين اللي كتشوف كل شيء، وكنظن أنها العين اللي كترمز للأعور الدجال، أي المسيح الدجال اللي كيتسمى عند ولاد العم بالمسيح المخلص، اللي غادي يخرج آخر الزمان باش يقودهم باش يحكموا العالم كليا ويولي كل البشر عبيد عندهم. وهي نفس العين اللي غادي تشوفها في ورقة الدولار الأمريكي، الشيء اللي خلى الناس يتيقوا باللي الماسونية هي اللي كتسير أمريكا، وأكثر من ذلك بل وكتسير العالم كامل. وهذا الشيء أكده الباحث والمؤرخ في المجتمعات السرية الدكتور ريندي شورت، اللي قدر يكتشف بزاف ديال الأسرار على الماسونية، واللي حتى هو حاول يجروه ليهم. كيقول هذا الدكتور باللي هاد الناس كاينين في العالم كامل، سواء الدول الغربية أو الدول العربية، وكيقول عندهم نفوذ كبير بزاف، وهما اللي كيتحكموا كيختاروا شكون غادي يكون الرئيس ديال الولايات المتحدة الأمريكية والدول القوية في العالم. في الدولار غادي نلقى حتى الهرم اللي كيتعتبر هرم الرتب في الماسونية، وهذا الهرم فيه 3 ديال الطبقات، وكل طبقة فيها درجات، والدرجات كيطلعوا حتى كيوصلوا للدرجة 33 اللي هي أعلى درجة في الماسونية. باش ما نطولش الفيديو غادي نخلي لكم رابط في الوصف هذا المقطع اللي فيه شرح لدرجات هرم الماسونية. وبالنسبة للنجمة الخماسية الباحثين كيشرحوا على أنها كترمز لرأس الإله الشيطاني بافوميث، حيث كاينة فوق جبهته، وإذا قلبتها غتعطيك وجه الشيطان بافوميث بالقرون ديالو والودنين ديالو. وكنظن ما عندها حتى شي علاقة بالعلم المغربي، لأن النجمة ديال العلم المغربي اختارها السلطان مولاي يوسف عام 1915، وكترمز للنجمة الخماسية اللي كاينة في خاتم سليمان، اللي يقال أنها كاينة في خاتم سليمان.
لان حتى حد ما شاف خاتم سليمان او ختم سليمان. وهذا الشيء اللي جا في الظهير الشريف. الماسونيه عندها بزاف ديال النفوذ، وحتى الرؤساء والملوك كاين منهم اللي منتمين لها، منهم 14 رئيس امريكي كانوا ماسونيين، بحال جورج واشنطن اللي كان ماسوني من الدرجه 33، كان في الطب ديال الماسونيه. في كتاب الماسونيه في العالم العربي يذكر الكاتب في الصفحه 151 انه في سنه 1952 تم تاسيس محفل للماسونيه بالدار البيضاء من طرف بعض الفرنسيين والانجليز اللي كانوا مقيمين في المغرب، وقد تم تجهيز هذا المحفل بافخم الاثاث والورود. ويقول الكاتب انه تم بعد ذلك تاسيس محافل اخرى باقي المدن المغربيه، ولكن تم غلقها كلها بعدما منعت المحكمه العليا بالمغرب مثل هذا النوع من المحافل سنه 1983 لانها تتنافى مع الدين الاسلامي اللي هو الدين الرسمي ديال الدوله المغربيه. ولكن الاستاذ الماسوني كلود شاربونياود غادي يقوم بفتح محفل آخر سنة 1999 في المغرب. في موضوع الماسونية في المغرب كاين مقال للصحفي رضوان مبشور من جريدة الأيام 24 والذي تم نشره في يناير 2020. يقول هذا الصحفي أنه قام بحوار مع واحد من أهم الأعضاء الناشطين في الحركة الماسونية في المغرب في المقصورة المغربية الكبرى، والتي أنشئت أكثر من 55 سنة في الدار البيضاء، أي وراء أخذ المغرب لاستقلاله، وهو أكبر محفل ماسوني في المملكة المغربية، المقصورة المغربية الكبرى. هذا هو المحفل. وقال الصحفي أنه مشى عنده الفيلا ديالو في واحد من أرقى الأحياء في الدار البيضاء، ومن هذه المعلومة تعرف شكون هما هاد الناس والنفوذ ديالهم في المغرب. المقال غتلقاوه في الوصف إلا تفرجتي فيها في اليوتيوب، وإلا كنتي في الفيسبوك اكتب لي تعليق وأنا غادي نسردو لك. وهذا مقال آخر من جريدة معروفة في المغرب هاسبريس ومن لا يعرفها، تكتب نهار الثلاثاء 24 يونيو 2008. هذا المقال كيهضر على مشاركة وفد مغربي برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري آنذاك عزيز أخنوش في مؤتمر ماسوني في العاصمة اليونانية أثينا. هذا المؤتمر كان حاضرين فيه أعضاء من محافل ماسونية من كل دول العالم بحال فرنسا وإيطاليا وتركيا ودول أخرى، وحتى وفود من لبنان والمغرب. وكاين شخصيات مغربية معروفة كتتهم أخنوش أنه ماسوني بحال الشيخ أبو النعيم. سي أخنوش كيعترف باعتزاز انه ماسوني، وباغي يتقدم الانتخابات، وباغي تكون عنده الاغلبيه، وباغي رئاسه الحكومه. عزيز اخنوش يكون رئيس الحكومه المغربيه وهو كيعتز. الاخرين الماسونيين خاسدينها موضوع اخر. وكاين شكوك حول انضمام فنانين مغاربه معروفين لهذا التنظيم، من بينهم الفنان المعروف سعد المجرد، وقيامه بطقوس اهانه على المباشر في الحفلات ديالو، الشيء اللي صدم الجمهور ديالو. طقوس الاهانه هي من اشهر الطقوس اللي كاينه في عالم الماسونيه، وخصوصا في هذه الفتره الاخيره. اي واحد مشهور وبغى يدخل لهذا العالم خصو يدخل ماشي غير على المبادئ ديالو والاخلاق ديالو، بل وحتى على القيمه ديالو كبني ادم. مثال في حفل توزيع جوائز الأوسكار اللي دار هذا العام 2024، وكتعرفوا أن هذه الحفلات كتكون كبيرة بزاف، والتغطية ديالها كتكون على مستوى العالم في السوشيال ميديا والتلفازة وفي الراديو وفي كل شيء، يعني العالم كيشوفها. تخيل شنو وقع تماك. جون سينا اللي كل شيء كيعرفه بان في الحفل ديال الأوسكار عريان تماما 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 كما خلقته الأم ديالو. وبطبيعة الحال ما نقدرش نحط لكم الفيديو هنا، ولكن إذا قلبتوا شويه غادي تلقاو الفيديوهات ديالو منتشره في كل بلاصه. وهذا سام سميث اللي مغني مشهور ومعروف في العالم، كان مغني طبيعي بزاف، وفجأة صحينا لقيناه كيدير تصرفات غريبة ولباس غريب، كيلبس بزاف ديال الحوايج الغريبة وكيدير تصرفات كلها أنوثة، وكون غير دارها بطريقة عادية ولكن دايرها بطريقة كتقزز. وفجأة ولا كيهضر على أفكار غريبة، ولا كيدافع على حوايج عمره ما كان كيهضر عليها من قبل. وهذا سعد المجرد ديالنا طالع حتى هو بلباس أنثوي معيق، وشي حركات عمرنا شفناها في العالم العربي. ومؤخرا طلع كيغني بكسوة ديال العيالات وتصور تقول انه امرأة. وهذا جزء من بزاف هذا الموضوع الغريب والطويل، واللي غادي نرجع ليه ان شاء الله بالتفاصيل قريبا. خلاصة القول أن الماسونية عندها وجود طويل وتاريخ مثير للجدل في المغرب، واللي بدأ قبل الفترة الاستعمارية مع الفرنسيين والبريطانيين، اللي هاد الأخيرين من اللي جاو أسوا أول محافل ماسونية في البلاد ديالنا رسميا.
هاد الغموض اللي كيلف هاد الحركة خلي التساؤل حاضر وبقوة مدى التأثير ديالهم في المجتمع والثقافة المغربية، خصوصا مع تكرار ظهور رموز ماسونية في عدة مجالات محلية ودولية، بحال الرموز اللي ظهرت في مهرجان موازين العام اللي فات. وفي هذا الصدد تداول متابعون صورة لشعارات ماسونية ظهرت بإحدى منصات مهرجان موازين بالرباط. ما أثار استغراب المتابعين أكثر هو مرور شعارات الماسونية على قنوات القطب العمومي دوزام التي كانت تبث فقرات مهرجان موازين، حيث ظهر وبشكل واضح وجلي شعار الأفعى الضخمة والعين داخل الهرم التي يطلق عليها الماسون اسم العين الإلهية. وقبل ما ننسى بغيت نعطيكم سؤال تعطوني جواب عليه: علاش أعضاء الماسونية كلهم رجال وكتسمى أخوية وهي كتهدف للمساواة كيف كيقولوا؟ إذا بغيتوا جزء ثاني من هذه الحلقة خليوها لي في التعاليق. نشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.